يعني السفير الامريكي او مندوب السفاره هيحتاج واحد من اوبر يلبس له بدله ويروح يقابله؟ يا جدعان ارحمونا بقى. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايين نتكلم في موضوع سوق النصب. سوق النصب بدأ يتنصب اليومين دول، والنصاب بدأ يرجع يشتغل تاني مع الكباتن. اليومين دول في مجموعة نصابين كده بيحاولوا ينصبوا على كباتن اوبر وكريم وان درايفر، بس القصة دي منتشرة جدا في اوبر، انا سمعت عنها قبل كده في ديدي، بس الموضوع اليومين دول انتشر، او هو اللي اخترع الموضوع اخترع على اوبر، ان هو يبعت لك يا كابتن ازيك، خاصة الكباتن المميزين او تقييمه كويس او الكلام ده، يا كابتن ازيك احنا تبع دعم اوبر، ويعمل لك بقى الاكونت بتاعه باسم ايه، باسم مثلا في اي بي يو اوبر، مش عارف حاجات زي كده. بيقول لي الكابتن ايه بقى؟ بيقول لي عزيزي شريك اوبر الان سوف تقوم بتسليم ممثل للسفاره الامريكيه. يعني يا جماعه بالعقل كده وبالمخ كده، لو واحد شغل دماغه شويه، ممثل السفاره الامريكيه هيركب اوبر؟ يعني بالعقل كده يا جدعان، ده اكيد ليه عربيه خاصه، جايبين له موكب، جايبين له حاجات زي كده يعني. وتحتاج الى التحقق من ملكيه حسابك قبل الكشف على هويتك. هذه الرحله مطلوبه من قبل الدعم لانه عميل مختلف ولا يتم الكشف عن هويته، يعني مش هنقول لك رقم ولا اي حاجه. تاكد من ملكيتك الحساب المراد ربطه بالعميل المتميز، الطراز، اسمك الكامل، رقم الهاتف، فئه الطلب، نوع الرحله نقدا، يعني نقدا هتاخدهم نقدا. تضاف سعر الرحله الى $500، يعني بيقول لك هيضيف لك على سعر الرحله $500. ايه الحلاوه دي؟ رحله ب $500، يعني مثلا بما يقارب 20 حاجه و20 الف جنيه في الوقت اللي احنا فيه ده. بالعقل كده يا جماعه، في رحله بتقعد ساعتين ب 20 الف جنيه ولا بحاجه و20 الف جنيه؟ ده مين المجنون اللي هيصدق الكلام ده؟ يا جماعه بالله عليكم بلاش، يعني بلاش النصاب يحس ان انتوا مغفلين، يحس ان انتوا مش فاهمين حاجه. اليومين اللي فاتوا دول كابتن بعت لي ان هو حصل له نفس القصه دي، بس هو بعت لي بعد ما اتنصب عليه، وبعد ما هو قال له مش عارف عاوز فلوس قد ايه، وخد منه 5000 جنيه. الراجل بايده كده راح استلف 5000 جنيه بيقول لي، وراح ضافهم للمحفظه بتاعته او للحساب البنكي بتاعه، وخلص الموضوع على كده وما عرفش يعمل اي حاجه. خد يا عم، ما بلاش. خد يا بلبل، شيل عني الهم التقيل ده. حرام عليك يا رجب تبلين البلوه التقيله دي. وعمل شكاوي وعمل مش عارف ايه، احنا ملناش دعوه بيك. طب يا جماعه يعني احنا نخلي بالنا، لو اوبر هي سايبه النصابين دي، او النصابين دي تبع شركه اوبر، او هم واخدين بياناتك، او يعني حاجات كتير قوي وتشتكي لنا الشركه كتير، مع ان الشركه المفروض لما تشوف حساب زي كده بيتكلم باسم اوبر، بيتكلم بدعم اوبر، بيتكلم مثلا باي حاجه، ان هو يحاول ينبه الكابتن، يا عم اعملوا دعم سريع، اعملوا اي حاجه للكابتن اللي هو واقع في مشكله. اي كابتن واقع في مشكله زي كده. الكابتن النهارده كلمني صحاني من النوم، بيقول لي يعني كان الرحله مش عارف حوالي الساعه 6 الصبح ولا ايه، انا كنت لسه بقوم من النوم، ما ردتش على التليفون. يعني الصبح الواحد ما بيردش على التليفون. بعد كده قلت اكيد في مشكله، رديت على الكابتن، ايوه يا كابتن في، قال لي انا دلوقتي رايح احط فلوس لدعم اوبر ومش عارف. قلت له دعم اوبر مين؟ ما فيش حاجه اسمها دعم اوبر. قال لي حصل معايا كذا كذا، انا اول مره تحصل معايا، وانا سالت واحد صاحبي قال لي خلي بالك اسال محمد السيد عشان خاطر ممكن تكون دي نصبايا. فالراجل الحمد لله رديت عليه وقلت له لا مفيش الكلام ده. قال لي طب انا بحاول اتصل بالدعم، بحاول ابعت رسائل للشركه، بحاول اعمل اي حاجه، مش عارف اوصل لاي حاجه خالص. قلت له ولا عمرك هتوصل لاي حاجه خالص. فالمفروض من شركه اوبر، القصه دي عندكم كتير جدا، حاولوا تعملوا دعم سريع للكابتن، حاولوا تنبهوا على الكباتن، حاولوا تعملوا اي حاجه. اي عميل تقفشوه بيعمل الكلام ده، او حاطط اسمكم، او حاطط دعم اوبر، او بيبعت رسائل وهميه للكباتن، راقبوا الكلام ده وشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. الموضوع بقى صعب، في ناس مش فاهمه، في ناس لسه جديده، في ناس بتمشي ورا الهبل ده. يعني الكابتن بتاع النهارده الحمد لله الحمد لله قايل له عاوز 6200 جنيه. الراجل بيقول له ايه؟ بيقول لي بتاع اللي هو النصاب، بيقول له انا خلاص داخل على البنك الاهلي هحط لك الفلوس في الحساب. يعني الراجل كلمني وهو على باب البنك رايح يحط الفلوس في الحساب للنصاب 6200 جنيه. قال عشان يحولهم له بالدولار 200 دولار لازم يكون في حسابك 200 دولار، حساب دولاري، وهعمل لك حساب دولاري. مفيش الكلام ده. اللي عاوز يديك فلوس هيديك، الشركه هتبعتها لك على الابلكيشن، هتبعتها لك اي حاجه، لكن هيديك دولارات ليه؟ هو في حد لاقي دولارات في مصر دلوقتي؟ يا جماعه عقلوا الكلام قبل ما تعملوه، او قبل ما يعني ما حد يقول لك حاجه كده مررها لعقلك. حاول يعني ايه، ما تمشيش، ما تنسقش ولا ورا اي حاجه كده وخلاص. مرر الكلام على عقلك الاول، وشوف اللي بيكلمك ده عاقل ولا مجنون ولا نصاب ولا بيعمل ايه بالظبط، بيحاول يطمعك. فهو خلي بالك هو بيمشي في قصه الطمع، وقصه ان هو يلا بسرعه عشان خاطر مش عارف ايه، وحضرتك وبعت له بقى حضرتك تلبس بدله وتقابل مش عارف السفير. يعني السفير الامريكي او مندوب السفاره هيحتاج واحد من اوبر يلبس له بدله ويروح يقابله؟ يا جدعان ارحمونا بقى، ارحمونا والله العظيم ثلاثه، الموضوع بسيط.
خالص، الدنيا زي ما بيقولوا كده باظت خالص. فيا جماعه بعد اذنكم انا بحاول انبه. ويا عم اقول لك على حاجه، مش هقول لك شير الفيديو ولا وديه لاصحابك ولا اعمل الكلام ده كله. كل واحد شاف الفيديو ده يحاول، قاعد مع ناس على قهوه كباتن، يعرف كباتن، يحاول يوصل لهم الفكره بلسانه هو. يا جماعه في حد بيعمل كذا كذا، خلي بالك من النصاب ده. وخاصه لو لقيت كابتن جديد شغال حاول تنبه عليه، قول له يا جماعه اليومين دول النصب اشتغل. يعني هو كان راقد فتره كده لما نبهنا على الناس وحاولنا نقول للناس، فالناس خدت بالها وبقوا واخدين بالهم من القصه دي كويس جدا. لما احنا الموضوع هدي شويه والكباتن كلها بقت فاهمه وبقى يكلم النصاب ويسجلوا له مكالمات، لدرجه ان انا كنت مسجل مكالمه قبل كده ونزلتها على اليوتيوب والفيسبوك. فالناس خدت بالها والنصاب هدي شويه، نام في الذره شويه. واليومين دول بقى نازل على ايه؟ كل يوم حادثه تحصل، كل يوم حوار. فخلي بالكم وحاولوا ما تشيروش يا عم الفيديو، حاولوا تقولوه انتوا لاصحابكم لمعارفكم للناس اللي بتقعدوا معاهم على القهوه، اي حد تعرفه شغال في اوبر، على جروب فيسبوك، على اي حاجه. يا جماعه حصل كذا كذا بلسانك انت، واتكلم انت وحاول توعي الناس عشان ربنا يجازيك خير على اللي انت بتعمله ده. ويا عم مش ما تشيرش فيديو هتوريه لاي حد، انت بس قول بلسانك انت بس. القصه كلها بسيطه والموضوع بسيط، وانت ممكن تحكيه ل1000 واحد مفيش اي مشكله. خلي بالنا من القصه دي عشان خاطر يعني هو بيبدا يطمعك وانت بتمشي وراه خلاص. والراجل اللي غيظني، الراجل راح استلف. طب انت معكش فلوس بتستلف ليه؟ بيقول لك اصل انا عاوز ال $500. يا عم الحاج ما فيش الكلام ده، هو زي ما بيقولوا كده الحدايه بتحدف كتاكيت، ما فيش الكلام ده. اهم حاجه بقى يا باشا لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. وما تنساش اللايك، ده الكلام ده لو انت على اليوتيوب. لو انت بقى على الفيسبوك تعمل متابعه وتعمل لايك وتحط تعليق برايك في الموضوع. لو انت بقى على التيك توك تعمل بردك متابعه وتعمل لايك وتحط اكسبلور عشان خاطر الفيديو يوصل لكل الناس. واهم حاجه زي ما اتعودنا كل فيديو قبل ما نقفل الفيديو نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وربنا ينصر اخواتنا في غزه، ولحد عنده اي مشكله يبعتها لنا. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.